دي تالت حلقة لينا مع صندوق الذكريات. يا ترى صندوقنا النهاردة بيتكلم عن ايه؟ طبعا مفيش مناسبة احلى من المناسبة دي نتكلم فيها. طن طن طن، ايه ده؟ ده كسكسي من صندوق الذكريات، بس طبعا ما كانش في الصندوق، انا عملته وجبته مخصوص عشان مولد النبي نتكلم فيه. مفيش احلى من الذكرى دي، ذكرى قديمة وجديدة وهتفضل معانا ومع كل الأجيال. يا رب نحتفل بذكرى الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام. أجمل حاجة بصوا الجمال، الكسكسي أو زمان كانوا بيسموه المبروم. ليه؟ عشان ستي كانت تقعد تبرمه بإيديها كده وتنزله في الغربال. من الذكريات بتاعتنا اللي بنفتكرها في مولد النبي. في اسكندرية كانوا عندنا يعملوا فطير وبط. كانت ستي بقى تجيلنا اسكندرية أيام الموسم جايبه دكر بط مربياه ومزغطاه. افتكر قوي الايام دي، تيجي قبلها باسبوع تقعد تزغطه ونستنى كلنا نتفرج ومستنيين ويتذبح امتى؟ يوم المولد. كانت ذكرى حلوه قوي. كانت ستي بقى تقوم من بدري وماما يقعدوا في المطبخ. زمان المطابخ والبيوت يا اولاد كانت واسعه واسعه، والمطابخ كبيره، يتربط ذكر البط في المطبخ، كل حاجه تتربط في المطبخ. كان بيبقى مرعب بس كان مربوط، بس كنا نفرح قوي ستي بتزغطه. وتجيب بقى يوم المولد النبوي كده الصبح في الموسم، كنا بنقول يوم الموسم، تيجي ستي بقى تقعد في الارض وتجيب بقى تشوط، وماما تجيب لها البابور. كان في بقى مش قليل اللي عنده بوتاجاز، احنا من الناس اللي كان عندها بوتاجازات، بس عندهم البابور هو اللي بيخلص الاكل بسرعه. تولع البابور وافتكر صوته قوي كويس وصوت دوشته في البيت، دايما يفكرني بالموسم. وستي قاعده بتفضل تبرم في الدقيق بايديها وماما تناولها الحاجه. وكان في حله كبيره تتحط على النار فيها ميه ومصفى، ما كانتش حله كسكسي، كانت مصفى كبيره تتحط عليه ويلزقوها بعجين من الحله عشان ما تطلعش البخار بره. ويجيبوا شاشه بيضه واللي ستي تعملهم بقى من الغربال وينزل مبروم جميل، تحطه في الشاشه البيضه تسويه. الريحه دي ما بنساهاش ابدا، لا الذكريات دي ولا الريحه دي بنساها. وكمان مش بس كده، وبابا وهو داخل علينا بحلاوه المولد، المعلوفه بتاعت زمان لو حد عارفها، كانت دايما تيجي حلاوه المولد في ورق ملفوفه جوه ورقه. المعلوفه اللي هي البيضه الكبيره وفيها سمسم، او السمسميه والحمصيه، ودايما جايب لنا عروسه المولد دايما يجيبها، والحصان، او يجيب لنا مدنه او عصفوره. كانت اشكال كتير، كانت حاجات جميله بتفرحنا. كانت ذكرى حلوه من مولد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وعشان كده اتفقنا انا اولاد من يوم الاربعاء بالليل ان احنا اول حاجه هنعملها نقوم من النوم نروق البيت ونخليه عامل زي العيد. وهتدخلوا معانا بقى وتشوفوا احنا هنعمل ايه. وهنعمل الكسكسي بس بالطريقه الجديده، بطريقه مامتي مش بطريقه ستي. انا ما بعرفش اعمل الطريقه القديمه، انا بحب الطريقه دي. هتشوفوها معانا. وطبعا مش هنجيب دكر بط، انا ما عنديش بط مربياه، انا هنجيب بقى بدلها فرخه بيضه. تعالوا معانا يومنا وشوفوا موسمنا وذكرياتنا، وكل واحد يفتكر ذكراه يكتب لي في تعليقاته ويقول لي كانوا بيحتفلوا بالمولد النبوي ازاي. فما أفرحنا بيوم الميلاد، وحق لنا أن نفرح به، لأنه اليوم الذي ينسب إليه خير الإسلام كله، اللهم صل على حضرة النبي، بعثا لرسوله الرحمة الخاتم، وإيذانا بالدعوة في أذن جبابرة العرب، وهجرة إلى الأنصار. كل ذلك حسنة من حسنات يوم الميلاد، وليست هذه هي كل الحسنات، وإنما حسناته في كل فعل خير يفعله الإنسان المؤمن. والإنسان المؤمن هو الذي يفرح هذا الفرح. ولكن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من فرح المؤمنين به، لأن فرح المؤمنين به انقسم الإنسان عنده،
فمن كفر بالله كره هذا اليوم وكره كل آثاره، واقتصر حب اليوم على من آمن بالله وآمن برسوله في صدق البلاغ عنه. بعد يومنا الطويل اللي كان جميل قوي بذكرى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبعد ما اتغدينا طبعا هنحل. بعد ما اتغدينا قعدنا مع بعض وحكينا عن سيرة الرسول ومولده، وكمان وصف ام معبد، احلى وصف للنبي عليه الصلاه والسلام. وقلنا نحلي كمان. ما هو الكسكسي او المبروم يا اولاد مش بس حادق، ده كمان تحليه. حطينا عليه السكر البودره وحطينا زبيب، ولو عندكم اي حاجه تانية حطوها عليه. في جوز هند اللي بيحب جوز هند. ونحله بقى انا واولادي وبيتنا، وتعالوا كلكم معانا في دفا بيتنا حلوا معانا باجمل كسكسي.